كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما مع بعض، وشكرا على وجودكم في حياتي وشكرا على التعليقات الجميلة اللي بتكتبوها لي. يلا مع بعض النهاردة نحضر مع بعض فطار أول يوم رمضان بطريقة سهلة وجميلة، وهقول لكم كل حاجة عملتها ازاي. دي أول حاجة السمبوسة. بعمل سمبوسة يا جماعة حلوة جدا، هنزلها لكم في فيديو لوحده، هنزل لكم الحشوات بتاعتها وطريقة لفها. دلوقتي هندخل مع بعض على المحشي والحاجات التانية ونشوف حضرناه مع بعض ازاي. أول حاجة أنا بدأت من ليلة السحور، يعني يوم السحور بالليل بدأت إن أنا أعمل محشي، عملته على بيات. زي ما انتم شايفين كده، غسلت الخضرة بتاعتي وشلت العنقود اللي فوق ده، ومش برميه، بسيبه عشان بحط منه شوية في الأرضية بتاعة الحلة اللي أنا هحشي فيها. وبدأت ان انا اقطع الخضرة بتاعتي كده بالشكل ده لقطع صغيرة، ما نحاولش ان احنا ننعمها قوي. حاولوا ما تضربوهاش في الكبة عشان بتبقى ناعمة جدا وبتخلي بتخلي الرز بتاعك لونه اخضر. فقطعيها كده على ايدك، بس قطعيها تقطيع يكون متوسط، لا ناعم قوي ولا خشن. دي كده اول حاجة الخضرة. في الوقت ده انا كنت غاسلة الرز وبصفيه. معايا هنا بقى دلوقتي هضرب بصلاية، ودي بتميز طعم المحشي جدا وبتخلي طعمه حلو جدا مختلف عن لما ما بتحطيهاش. هضرب بصلاية كده واحط عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، ودي كده هنحطها على الخلطة بتاعة المحشي نية، مش هنحطها في التسبيكة. انا كنت في الوقت ده كنت برضو مسبكة الطماطم بتاعتي، اللي هي التسبيكة العادية خالص. ضربت البصلتين وشوحتهم على النار لحد ما دبلوا كده، وبعد كده زودت عليهم الطماطم وسبتهم لحد ما يتسبكوا. والخطوة دي أنا ما صورتهاش معاكم، هي خطوة بسيطة، يعني مش محتاجة إن احنا نصورها. حطيت الرز بعد ما غسلته وصفيته، ودي الخضرة اللي احنا قطعناها مع بعض، وكمان البصلاية اللي أنا بقول لكم اللي هي بتفرق في طعم المحشي جدا. الخضرة دي عبارة عن شبت وكزبرة، أنا بحط شبت وكزبرة بس ما بحطش بقدونس. تمام كده. نجيب بقى البصلاية بالفلفل والملح اللي احنا ضربناهم مع بعض، بتدي طعم حلو جدا وتسكيرة حلوة جدا للمحشي بتاعنا. رغم ان انا حاطه بصل في التتبيله سوري، في الصلصه اللي انا عاملاها، الا اني لازم احط البصلايه المبشوره دي. خلاص. اجيب بقى الصلصه اللي انا كنت مسبكاها زي ما قلت لكم كده، سبت البصل لحد ما دبل، وبعد كده ما بسيبوش ياخد لون عشان ما تبقاش حاميه قوي، هو يدبل بس، وبعد كده بنزل عليه بعصير الطماطم واسيبه لحد ما يتسبك ويبقى بالشكل ده. نحط التوابل بتاعتنا بقى. انا بحط ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من الشطه، ما بحطش توابل اكتر من كده. وما بحطش للمحشي بتاعي توم، بيبقى حلو جدا 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 وخفيف ومميز جدا. خلاص. حطينا بقى كده كل التوابل بتاعتنا، هنبدأ نقلب الخلطة دي كلها مع بعضها لحد ما كلها تتجانس معانا. انا ما بحطش التوابل على الصلصة وهي بتتسبك، عشان لو اتبقى معايا صلصة ما بقاش مضطرة ان انا اسيبها المحشي بس. يعني الصلصة اللي اتبقت دي ممكن اعمل بيها اي خضار تاني، ممكن احطها في اي حاجة تانية، ما يبقاش شرط عليا ان انا لازم احطها في المحشي بتاعي، في محشي بس. فعشان كده انا بحط التوابل على الرز مباشرة. خلاص. في الوقت ده كده انا كمان جهزت الحله اللي هحشي فيها. بحط العنقود بتاع الخضره اللي احنا قطعناه مع بعض، وبحط عليها الفرشه بتاعه البصل وطماطم وفلفل. اولا بتديني ريحه حلوه، ثانيا بتحفظ المحشي معايا ان هو يتلسع او كده. الكرنب ده انا كنت مفرزاه من قبل رمضان، تقدروا ترجعوا لطريقه السلق بتاعته، سلق الكرنب. كنت منزلاه في فيديو من تفريزات رمضان الفترة اللي فاتت. هبدأ بقى ان انا احشي الورق الكرنب اللي معايا ده كله لحد ما اخلص الكمية كلها. انا هنا بس بوريكم اللف بلفه ازاي. كملت انا بقى المحشي مع نفسي، ودي كده عندي بطاية جايه لي من مصر، مامتي وهي جاية من مصر جابتها لي، ربنا يديها الصحة. وكنت سايباها طبعا رمضان، لان رمضان يعني محشي وبط معروفه زي كل المصريين. المهم غسلت البطايه بتاعتي ونضفتها كويس جدا، وغسلتها بالطحينه والملح كويس، وبعد كده نشفتها. معايا هنا بصلايه مبشوره، احط عليها شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، بتخلي طعم البط حلو جدا. تقدروا تعملوا الخطوة دي مع أي حاجة، سواء بط أو فراخ، أي حاجة، أي طيور هتعملوها، بط، فراخ، حمام، أي حاجة من الحاجات دي. لما تضربوا بصلاية بالملح والفلفل وتبدأوا إن انتوا تدعكوها بيه كده، هتلاقوا إن هي طعمها حلو جدا جدا، وهتلاقوا كمان إن الشوربة بتاعتها مختلفة تماما. وجربي كمان إن انت تبشري البصلاية كده بالملح والفلفل وتحطيها في الشوربة، هتلاقي طعم الشوربة اختلف تماما عن ما بتحطي البصلاية سليمة كده. دي حلة أنا جايباها من عند حماتي أخت جوزي وهي جاية. كنت قلت لحماتي أنا عايزة حلة كبيرة إن هي تاخد بطاية، لأن الحلة اللي عندي كلها صغيرة. فبعتت لي حلة من عندها، ربنا يديها الصحة. دي حلة بتاعت حماتي وهي بعتتها لي.
فالمهم بقى نزلت حطيت معلقة من السمنة، وبعد كده نزلت بالبطة بتاعتي عشان أبدأ إن أنا أشوح فيها. بشوحها تشويحة خفيفة كده، أنا مش عايزاها تاخد لون، لمجرد إن هي تتشوح بسيط بس. حطيت 3 فصوص من الحبهان، شوية من الفلفل الأسود الحب، ونحط فلفل أسود حب، بلاش نحط الفلفل المطحون عشان بيخلي الشوربة غامقة وكمان بيخليها حراقة. حطيت فلفل حب، وحطيت كمان ورق لورا والحبهان، وهنحط كمان بصلاية وطماطمية. ممكن نكتفي بالبصل اللي احنا حاطينه اللي هو المبشور ده، وممكن لو عايزة تزودي كمان بصلاية صغيرة كده متقطعة. حطيت البصلاية، وبعد ما شوحتهم مع بعض كده هنزل عليهم بالمية، مش شرط تكون مية مغلية، مية عادية خالص. وبعد كده هسيبها لحد ما تستوي براحتها خالص، ونرجع لها تاني بعد ما تستوي. حاولوا ان انتوا تغطوها بالمية كده عشان تستوي معاكم اسرع. تقدري كمان تعمليها في حلة الضغط، بس انا حبيت ان انا اعملها سليمة كده، لان حلة الضغط اللي عندي صغيرة، فبضطر ان انا اقسم البطاية عشان تدخل في الحلة. فبما ان النهاردة رمضان وحابة ان انا احطها كده سليمة على السفرة، فعملتها في الحلة بتاعت حماتي دي. هسيبها بقى تستوي، واول ما الاقي العظم فك من الورك كده، ونضغط على نضغط على الصدر نلاقيه ان هو خلاص قرب يستوي، هضيف لها الملح، وبعد كده هسيبها كمان شوية تستوي سوا كامل. وبعد كده هنشيلها على طول، ندخلها في الفرن. اول ما بتستوي معايا والاقي ان الشوكه بتدخل فيها بكل سهوله، بشيلها واحطها في صينيه ادخلها في الفرن تحت الشوايه عشان تاخد لون. هاخد بقى دلوقتي شويه من الشوربه عشان نعمل المحشي. الشوربه طبعا ما كانتش واخده الملح بتاعها مظبوط، زودتها شويه من الملح، وحطيت عليها كمان شويه من الكمون. وبحب كمان اضيف عليها مرقة الدجاج اللي هي البودر اللي بتيجي من عند العطار. بتروحي تقولي له عايزة مرقة دجاج بودر، بيديكي المرقة البودر دي حلوة جدا، بحب اضيفها. حطيت كمان معلقة من الصلصة كده، وهقلب كل ده مع بعضه، وابدأ ان انا اسقي المحشي بتاعي. بحب اضيف الصلصة عشان بتخلي لون المحشي بتاعي احمر كده وجميل. تمام. بعد ما قلبتهم كلهم مع بعض، هبدأ ان انا اضيفه على المحشي. المية بتاعة المحشي او الشوربة تكون عند اول سطر، ما تبقاش مغطية المحشي تماما، لا تكون عند اول سطر كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده يبقى المحشي بتاعك الشوربة بتاعته مظبوطة. ده كده اسمه سلق. لو انتوا تعرفوه، السلق اللي بيتحط على القلقاس احنا بنحشيه. فخليت ماما، بما اني انا ما بعرفش بصراحة ان انا احشيه، ما بعرفش اتحكم فيه، خليت ماما وهي عندي قلت لها تحشي لي سلقة قبل ما تمشي وكده، فعملته لي، ربنا يديها الصحة. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي كمان شوية لسان عصفور. حطيت معلقة من السمنة وعليهم كمان شوية من الزيت، وهبدأ ان انا احط لسان العصفور. نحط لكل طبق اللي هو الطبق الصغير بتاع الشوربة ده، بحط لكل طبق معلقة من لسان العصفور. انا حطيت دلوقتي حوالي 5 او 6 معالق. هبدأ بقى ان انا اشوح فيهم، وبعد كده اول ما بياخدوا اللون الغامق اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، بنزل عليها على طول بالشوربة. اسيبها بس تغلي غلوتين وبطفي عليها، وبسيبها تكمل تسويتها في الشوربة. ما بسيبهاش تقعد تغلي لحد ما تستوي، عشان ما تشربش الشوربة كلها، وبتبقى كمان عاملة نشا كده في الشوربة. اول ما بتغلي بقوم طافيه عليها وسايباها في الشوربه. حطيت دلوقتي عليها كمان شويه من مرقه الدجاج البودر، برضو بتديها طعم حلو جدا. وحطيت عليها شويه من الفلفل الاسود، وهسيبها بقى على جنب لحد ما تستوي. كده البطه بتاعتنا كانت استوت تماما. هطلعها بقى في صينيه وادخلها الفرن تحت الشوايه. اخر حاجه بعملها هي السمبوسه والعصير. السمبوسه دي سمبوسه بالجبنه وسمبوسه بالسوسيس. انا عاملاهم، هنزلهم لكم في فيديو لوحدهم طريقتهم ازاي. تمام. بنزلهم بقى في الزيت كده، واول ما بياخدوا لون ذهبي كده ببدأ ان انا اقلبهم بالشكل ده. دي اخر خطوة خالص بنعملها قبل الفطار. ما بنعليش النار قوي على السمبوسة عشان ما تلاقيهاش اتحرقت منك من بره، وتلاقيها من جوه الجبن اللي فيها لسه جامدة او مش سايحة او كده. فنسيبها لحد ما نهدي النار، ونسيبها لحد ما تاخد لون، وفي نفس الوقت تكون مظبوطة من جوه. هقلي بقى كمية السمبوسة اللي معايا كلها، وتعالوا نعمل مع بعض العصير. عندي هنا تمر هندي اللي هو بتاع مصر ده، اللي هو بيجي في أكياس. حطيت منه شوية، وبعد كده هحط عليه شوية من التلج وشوية من المية، وهبدأ ان انا اضربهم مع بعض. هو طبعا بيبقى فيه سكر، بس احنا بنزوده كمان شوية من السكر، لان السكر اللي فيه ما بيبقاش كتير يعني، بيبقى مزز شوية. فانا بزوده شوية من السكر طبعا حسب الرغبة. انا حطيت حوالي 6 معالق من السكر، اللي هي المعالق الكبيرة بتاعة الأكل. وهبدأ بقى ان انا اضرب كل ده مع بعضه لحد ما العصير كله يبقى جاهز معايا.
تقدري تعمليه في الخلاط او بالهاند بلندر كده زي ما انا عملت، وتقلبيه هيبقى كويس جدا. عصير سهل وما فيهوش اي افتكاسات. حط بقى عليه كمان شوية من التلج وهدخله التلاجة لوقت الفطار. نجيب بقى مع بعض دلوقتي العصير التاني، وهو عصير البرتقال بالجزر اللي احنا عملناه مع بعض، وبرده بيبقى جاهز معايا في الفريزر. طلعته لحد ما فك، وبعد كده هبدأ ان انا ازوده سكر او ازوده تلج زي ما قلت لكم، هو بيبقى مركز زي ما انتم شايفين كده. هزوده شوية من السكر وشوية من التلج وشوية مية، وهضربهم مع بعض لحد ما يخف شوية وكمان يبقى مظبوط معايا. خلاص كده ضربت مع بعض وبقى عصير كمان البرتقال جاهز معايا. خلاص هركنهم على جنب بقى ونبدأ نشوف الأكل كله دلوقتي مع بعض. ما شاء الله الأكل كله مستوي كويس جدا مظبوط حلو قوي. يعني أتمنى تكون الطريقة عجبتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وتقولوا لي انتوا فطرتوا ايه النهارده، ولو عندكم تطبيقات لفطاركم النهارده نزلوها لي. خلونا كده نتشجع ونشجع بعض. واي حد عنده فكرة جديدة او عايز حاجة مختلفة يبعتها لي او يكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله نعملها مع بعض. ده كده السوسيس ووريت لكم الجبنة. باي باي.